السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من الوصفات الملوكي. وصفة اقتصادية، وصفة لذيذة جدا، هيلسي. هتبقى مفيدة جدا لمرضى السكر والناس اللي عاملة دايت أو عايزة تقلل وزنها شوية واحنا في الشتاء ده. وصفة جميلة جدا هتعجبك قوي. خطواتها بسيطة واقتصادية، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول. شايفة كمان القرنبيط شكله حلو جدا وكريسبي قوي، كأنك عاملة حاجة تحفة جدا. شايفة دي كمان عاملة زي ما تكون بيتزا. وصفة سهلة جدا وبسيطة واقتصادية، وحطي الامكانيات على قد ما تقدري، مش لازم تلتزمي في الفيديو. بصي كريسبي جدا وهشة وطعمها تحفة. هقولك على تكاتها وتفاصيلها. اول حاجة ان انت لازم تنقي القرنبيطة تبقى بيضة، وتنضفيها كده من كل الورق الزيادة اللي فيها وتقطعيها، وانت حاطة طبعا مية على النار. هنحطها في مصفى، ونبتدي نقطعها قطع متوسطة، لا هي كبيرة ولا صغيرة قوي، عشان تستوي وما تتهريش. زي ما انت شايفة كده قطع متوسطة. هاخدها تحت الحنفية، هغسلها وانضفها. وبعد كده هنزل بيها، هوريكي بقى، خليكي معايا في الخطوات. هقولك هنعمل ايه. انا كده هاخدها اغسلها تمام قوي كده. انا هنا حطيت شوية ملح وشوية سكر ومعلقة كمون، والتكة المهمة قوي فنجان لبن. الفنجان اللبن ده يخلي ريحة النفاذة بتاعة القرنبيط مش موجودة خالص. حتى لو انت هتفرزيه او يعني هتعمليه، مش هتحسي بريحة خالص. انا هنا هبتدي اعمل اللي هو هيتقلي. برضو هنا حطيت ربع فنجان كده لبن. يعني انا بعلي القيمة الغذائية، ممكن تستبدليه طبعا بمية. وبيضة واحدة. انا حاطة هنا بيضتين برضو براحتك. انا حاطة اوراق من الشبت واوراق من الكزبرة. عايزة تبدليهم بالبقدونس براحتك، بس اهم حاجة ما تحطيش العيدان، خليكي في الورق بس. انا حطيت ملح وفلفل وكمون ومعلقة صغيرة من البهارات، وهبتدي ان انا اقلب الخليط ده. هنا انا عندي الفيجيتار اللي احنا بنقلي بيه دوت. متجيبين من عند العطار بالكيلو، سواء سبايسي او عادي. وهنا هحط بس معلقتين دقيق عشان ادي سمك للخلطة. والخلطة التانية اللي هي بقى اللي هتديكي شكل الكنتاكي والطعم والريحة، هي الفيجيتار مع معلقتين نشا. احط لهم شوية بابريكا عشان اللون، عشان انا بحب اللون يبقى مديني لون حلو جدا. وهبتدي ان انا احط في الخلطة اللي هي السايلة، وبعد كده اطلع واحط في الخلطة اللي هي بتاعة الفيجيتار. انا طبعا بدلت الطاسة عشان انا بحب انجز وعايزة الحاجة تخلص بسرعة، فبدلت وحطيت طاسة كبيرة. زي ما انت شايفة كده انا بحط كرات متوسطة او صغيرة براحتك برضو. اهم حاجة ان انت بتحطي الاول في العجينة السايلة، وبعد كده تنزلي في الخلطة بتاعة الفيجيتار. هنا هنبتدي نعمل الوصفة التانية بتاعة الصاج. انا حطيت نقطة زيت صغيرة قوي، ونزلت بالبصل اللي انا مقطعاه. اول ما يدبل شوية صغيرة هنزل بالفلفل الالوان. طبعا انا حاطة معاهم برضو فلفلاية خضرة، لا غنى عن الفلفل الاخضر. انا حاطة حراق، انت ممكن تحطي رومي عادي. هنا حطيت شوية ملح بس عشان يدبل الخضار بتاعي بسرعة وما استناش كتير. هنا مشروم انا جايباه معلب، غسلته وصفيته طبعا كويس جدا. اهم حاجة ان انت تغسلي كل المعلبات وتصفيها، ما ينفعش تاخدي من العلبة كده وتحطي الحاجة. انا حطيت بقى هنا شوية ملح صغيرين وشوية فلفل وشوية بهارات وكمون وطماطمية بس كده واحدة انا مقطعاها. هسيب الكلام ده كله يتسبك كده وياخد من بعضه نفس الطعم. وهسيبه على النار هادية جدا. خلاص انا هنا بقى طلعت شوية من القرنبيط اللي انا سلقاه. هرسته وحطيت معاه اوراق من البقدونس او الكزبرة، وحطيت البيضاية، وحطيت ملح وفلفل وبهارات وكمون. وهبتدي ان انا ومعلقة كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان تبقى هشة وما تبقاش مكتومة. وهبتدي بالهراسة كده اديها ضغطتين لما يتهرس معايا خالص. والله الوصفة دي هيلسي جدا وحلوة جدا يا جماعة. انا ابتديت ان انا ورصيتها كده في الصاج، ما تكونش الحيطة بتاعته عالية، يعني السور بتاع الصينية يبقى واطي.
حطيت بقى حتة من الجبنة، حطيت شرايح من البسطرمة. آه، تحفة. عايزة تحطي حتة جبن، تحطي مثلا حبة لحمة مفرومة لو عندك. مش عندك حطي بس الخلطة فوقيها كده على الوش وتمام جدا. هندخلها الفرن، هتاخد من الخضار هيبقى على وشها، وتحت هيبقى القرنبيط اللي احنا هرسينه برضو خالطين معاه فصين من الثوم، وحطين له البهارات بتاعته، وحطين له الخضرة اللي احنا حابينها سواء بقدونس او كزبرة. شايفة الصاج مرصوص شكله بصراحة مشهي جدا، صحي جدا جدا. هتدخليه الفرن، مش هيستعمل منك لا زيت ولا آلية ولا الكلام ده خالص. بصي بقى طلعت اهي من الفرن، انا دخلتها خدت حوالي تلت ساعة على رف اوسط درجة حرارة 180. بتتابعيها وبتشوفيها ما بتاخدش حاجة خالص. حطيها من تحت ربع ساعة، والوش كمان هياخد 10 دقايق بس يتحمر. حاجة كده بصوا، هتقطعيها بقى بالحجم اللي انت حباه. ممكن تحطي لكل ولد من ولادك مثلا في طبقه مكعب، شريحة يعني. هيبقى حلو جدا. هياكلوها كده بالشوكة مع شوية بطاطس مثلا، او مع سلطة. يعني انا شايفة ان هي كانت بصراحة جميلة جدا، مغذية ومفيدة واقتصادية. وصفة قرنبيط من الاخر، خصوصا ان القرنبيط يعني في ناس كتير مش بتحبه. فانا شايفة ان الوصفة دي هتعجبك جدا. كمان الوصفة الكنتاكي دي تحفة، جربيها بالفيجيتار بنفس الطريقة. وشوية بطاطس محمرين، شوية بقى طماطم مخللين، زيتون، يعني تحابيشك بقى انت عارفة يعني. بصي طعمها شكلها، انا طبعا انت مش هتعرفي الطعم غير لما تجربيه. اتمنى ان انت تجربيها طبعا وتقولي لي رأيك في الكومنتات، وتدعميني دايما باللايك والشير والسبسكرايب. ومتشكرة جدا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة.